اشتهيت على الشاورما وقررت اعملها بالبيت. يلا نجيب المقادير ونجرب نعملها. تفضل. اول شي بتحطي 4 معالق لبن، وبتحطي فوقهم معلقة دبس فليفلة، وبتجيبي البهارات. عندك بالبهارات معلقة فليفلة، معلقة باربيكو، معلقة كمون، معلقة ملح، معلقة قرنفل، عندك كاجو مطحون، كزبرة معلقة ونص، وبتفضيهم فوق هون. كاسة صغيرة عصير ليمون كمان بنفضيها فوق هون. هاي التبلة تبعت الشاورما، وبنخلطهم. جربيها. اول ما تخلطيها نسيت انا شغله، نص كاسة زيت زيتون كمان بتحطيها، يعني كاسة صغيرة، هي نص كاسة على كاسة الكبيرة. جيبي الفروج بتفرشيه بالصينية، طبعا قطعيه انعم من هيك، انا ما خرج اقطع لانه رايح يقدن ما بقى لحق. المهم بعدين بعد ما خلطنا الخلطة هي صارت شي بقلب المعدة. المهم بس طيبة مكتة فوقها كمان شايفينها، شايفة او انت شايف مشان تتعلم تسوي لحبيبتك. المهم شي بقلب المعدة. هون في بعض الناس بيكذبوا عليكم، بقولوا لكم انه هاي ريحتها طيبة وريحتها بتشل وريحة الصوص وريحة الصلصة واوف وايه. يا جماعة ريحتها من الاخير تقلب المعدة. نظام عم بحكي معكم، ريحتها لبن. ايش ريحتها؟ ريحتها لبن، وما ما البهارات كلها ما يطلعني ريحتها، اللبن مغطى عن كل شي. المهم خلطناها مثل ما هي شايفة، شلو بل ما بأثر. بعدين زتيها في البراد ساعتين. افرم جنبها شوية بطاطا مشان تطلع طيبة، يعني ما طيبة شاورما بدون بطاطا. جيب الصاج وبتحمل فيه السمنة مشان تقلي فيهم. نعم. ما حطينا الشاورما وقليناها، بنجيب رغيف الخبز وبنسقسقه. يا سلام. بنجيب الكريم توم وبندهنه عليها. طبعا دعموها بالكريم توم لانه اذا ما حطيتوا كريم توم كتير ما بتطلع طيبة. ومنحط عليها هالبطاطا، منصف عليها هيك شي بشكل شي شهي، شي يفرط القلب، عروق قاتل انا. ومنصف عليها الشاورما. انا ما بحب المخلل مشان هيك ما حطيت مخلل. ونحطهم بنفس الصاج خليهم يتسقسقوا. وهلا بعد ما سقسقناها وصارت جاهزة للأكل بنحط لها لحسة توم هيك وبنجرب نقول بسم الله. طيبة كتير، بنصحكم تجربوها.